نبدأ النهاردة نتكلم على موضوع مش ماركتينج ومش مانجمنت. بصراحة قلت خليني اتكلم من وقت للتاني في مواضيع عامة تكون يعني بتهم عدد كبير من الناس بعيد عن المواضيع العلمية دي شوية، لكن طبعا هو اساس صفحتي هيبقى ماركتينج ومانجمنت والريليتد فيلدز او المجالات المرتبطة بيهم. طيب ايه ال different types of learners او ال different learning styles؟ في طرق مختلفة من التعلم او انواع مختلفة من المتعلمين. خلينا كده ندي امثلة بسيطة من الواقع الحياة وبعد كده نعرف بقى من خلالهم. في مثلا instructor لما يحب يجي يشرح موضوع علمي لطلاب، مثلا ان هو يحب يتكلم يشرح الحاجة verbally يعني بالكلام، او ان هو يعتمد على فكرة الجروب discussions يعني نقاشات المجموعة جوه كلاس، وبعد كده يبتدي يسأل عن الموضوع اللي هو كان بيتكلم فيه، فيلاقي مجموعة من الطلاب عرفوا يجاوبوا ومجموعة من الطلاب معرفوش يجاوبوا. المجموعة اللي معرفوش يجاوبوا ممكن ان هما يتهموا في اللحظة دي بعدم التركيز او الاستهتار او ان هما كانوا مشغولين بأمر اخر، ولكن الواقع الاغلب ان هما ممكن يكونوا مش auditory learners لكن visual learners. هما متعلمين بصريين ولا يعتمدوا على حاسة السمع، يعني بمقدار اعتمادهم على حاسة البصر. خلينا نقول ان بيقال ان هو طبعا في 4 انواع. الاول خليني اقول اساميهم. في حاجة اسمها visual learner، وفي حاجة اسمها auditory learner. الاولاني طبعا اللي هو البصري، والتاني اللي هو السمعي، وفي tactile learner اللي هو بيتعلم باللمس بيسموه متعلم حسي كمان، وفي الكينستاتيك learner او المتعلم الحركي يعني بيتعلم بالحركة. هنشوفها ازاي. علميا الناس بتستخدم ال4 انواع مع بعض، لكن دايما في حاجة منهم بتبقى predominant عند كل شخص، حاجة غالبة اكتر من الباقيين. ففي شخص يبقى visual learner اكتر، واحد تاني auditory اكتر. بيقال ان اغلبية الناس visual auditory الاتنين، وبيقال انه في نسبة كبيرة جدا visual learners. طيب فبعد الانستراكتور زي ما قلنا خلص لا مجموعة من الطلاب مش عارفين يجاوبوا، هما visual learners، هما بيتعلموا بالنظر، فبيحتاجوا الحاجة تبقى written مكتوبة على البورد، او ان هما provided with textbooks يعني مثلا في كتب بيتم امدادهم بيها، من خلالها بيتم متابعة الانستراكتور اثناء شرحه. بخلاف ذلك هيبتدوا يفقدوا تركيزهم اثناء الشرح، وهيبقى صعب جدا ان هما يكتسبوا المعلومات. فدي فكرة استخدام learning tools المختلفة اللي بتخاطب الأنواع المختلفة من المتعلمين، إنها حاجة مهمة جدا جدا جدا. أمال بقى إيه حكاية الأوديتوري؟ طيب الأوديتوري هما دول اللي بيحبوا الكلام، إن يسمعوا الكلام، يعني إنه يبقى فيه group discussions، إن الحاجة تتشرح verbally. بيحبوا جدا بودكاست، يعني تلاقي طول الوقت مثلا، على فكرة دول الناس الميالين قوي إن هما مثلا يسمعوا حاجات على الراديو، مثلا ان هما يجيبوا حاجات اوديو بس يسمعوها. ف يعني radio listeners most likely بيبقوا هما اصلا auditory learners. اللي يقولك لا 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 انا ما اقعدش اسمع حاجات اذاعيه ومش عارفه ايه، انا احب اكتر ان اتفرج على حاجه فيها شاشه، يعني دول visual learners. فهتلاقي دايما ان التفضيلات بتبقى اعتمادا على نوع المتعلم او طريقه اكتساب المعرفه او الافكار المختلفه والخبرات، لان التعلم طبعا مش within education setting بس، التعلم من الحياة كمان بشكل عام. طب ايه حكاية بقى التاكتايل والكينستاتيك؟ التاكتايل learners او اللي هما بيتعلموا باللمس، ممكن يجي instructor يدخل كده كلاس في حصة رسم مثلا، فكرة الدروينج بقى وكده، فيلاقي فيه طفل مش عايز يرسم، او الحاجات الخاصة باعمال الفتيات شوية، الحاجة مثلا تريكو كروشيه الحاجات دي، ففي بنت مش عايزة تقعد تعمل الحاجات دي، متحبش التريكو كروشيه والحاجات دي، فيتقال لي هي مش تاكتايل ليرنر، هي ما بتحبش الحاجات اللي فيها الكرافتس، ما بتحبش الاعمال اليدويه. في اطفال لو حد جاب لهم مثلا building blocks، الحاجات اللي هي building toys او الحاجات اللي زي مكعبات والحاجات التركيب وكده، وما يرضوش يلعبوا بيها، يرفضوها فورا، هما مش tactile learners.
هما ما بيحبوش التعلم باللمس، ما بي يعني هي بتبقى حاجات whatever الأسباب اللي وراها، ولكن دي حاجات يعني حاجات طبيعية، يعني شخص مش مكتسبها بقدر ما هو طبيعة فيه by nature يعني. فالتاكتايل learners بيحبوا ان هما يتعلموا باللمس، ففكرة انه يتحط فكرة التعلم بالطريقة دي احيانا بتكون متوفرة حسب طبيعة المادة العلمية اللي بيتم تدريسها يعني، واحيانا بتبقى صعبة شوية. يعني مثلا لو مادة زي الساينس، ففي experiments بتتعمل في اللاب، في تجارب ممكن الطالب يقوم التجارب بنفسه، ان هو يرسم افكاره، يبقى في طريقة ما ان هو يعني يرسم الفكرة، يتخيلها ويرسمها. هنلاقي التاكتايل ليرنرز most of the time يعني ماسكين الهايلايترز وقاعدين. اكتر ناس بيحبوا فكرة الهايلايتنج، يعني انه يعلم على يشتري الهايلايترز، يقعد يعلم في كتاب على الحاجات اللي هو بيكتبها، او سوري الحاجات المكتوبة يعني، او اللي هو بيكتبها، النوتس اللي هو بيكتبها. فده التاكتايل ليرنرز. عندنا النوع الرابع اللي هو الكينيثيتك، ده بيحب فكرة simulation of ideas او محاكاة الافكار من خلال الاكتنج، التمثيل. وبيحب كمان فكرة الرول موديلنج، فكرة انك تجيب نموذج بيمثل الفكرة يعني. دول فكرة simulation videos رائعة بالنسبة لهم، الفيديوهات اللي هي بتمثل الفكرة من خلال سواء بقى جرافيكس او كرتونز او حتى اشخاص حقيقيين بيمثلوا الفكرة. يعني كتير مثلا بعض psychological disorders او medical problems، المشاكل physical conditions يعني لو في مشاكل صحية او مشاكل نفسية، ساعات بيتم تمثيل المشكلة الصحية من خلال simulation videos عشان شخص توصله الاضطراب مثلا النفسي دوت، بتبقى اعراضه عاملة ازاي، وازاي يقدر ان هو يحدد ان الشخص ده ربما يكون مثلا بيتعرض لحالة من الاكتئاب دلوقتي، او بيتعرض لمشكلة ما. فيبتدوا يعملوا learning videos، tutorial يعني فيديوز، اللي هي الفيديوهات التعليمية بتعتمد على الفكرة دي. فهنلاقي ان النوع دوت بيحب جدا فكرة تمثيل الفكرة. واحيانا بيتم التدريس في بعض المواد العلمية، ممكن يتم الاعتماد على فكرة تمثيل الفكرة، بالذات في السنوات كمان الصغيرة شوية، عشان الاطفال ممكن يكونوا كمان بيقدروا ان هم يستوعبوا الفكرة اكتر بالطريقة دي. فكل ما الانستراكتور بيقدر يستخدم learning tools اكتر، كل ما بيتمكن من ايصال المعلومات بشكل افضل لعدد كبير من الطلاب. شكرا لكم، وخليكم معايا في الفيديو الجاي.